السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى انت داخلة الفيديو ده علشان خاطر تشوفي أصول التسبيكة أو تخديعة المحشي بتاع زمان. الطعم الأصلي، الحمار القادح زي ما بيقولوا، وبأقل كمية طماطم ومن غير صلصة معلبة. شايفة الرز منطور ومفلفل ويجنن كده، والحباية شاربة صلصتها ازاي. تعالي بقى أقولك هنعمل الخلطة لجميع أنواع المحاشي. حلة طبعا على النار وحط فيها زيت. المحشي يا جماعة بيحب الزيت، يكون نوع زيت كده حلو، ذرة أو حاجة أو عباد شمس. هم بقى بيروحوا نازلين عليه بقطع من الدهن أو اللية. أنا بحب أعمل المحشي بتاعي بالزيت والدهن. حابة تحطي سمنة براحتك، أنا بحط سمنة بس بحطها بعد ما أحشي، يعني بحط زبدة بعد ما بحشيه. تمام. بيجيبوا ايه بقى؟ هما بيجيبوا بقى بصلة كبيرة كده حلوة كده، وعلى ايدهم يا جماعة، ويروحوا مقطعينها ما شاء الله بمهارة عالية. يعني انا بشوف والدتي كانت تمسك البصلة تك 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 ورا بعضي، مش احنا بقى يلا في كبة ومش عارفة ايه. هو ده مش غلط، بس انا بقول لكم كل حاجة لها طعم. هي دي اللي بتدي يعني هي مش اسرار قد ما هي خطوات. شايفين البصلة بتتقطع، بتنزل كده ما شاء الله مفرومة. مربعات دي او المكعبات بتاع البصل دي بتدي طعم مميز للمحشي، بتدي ريحة مميزة للمحشي. مش اي تقطيع بتدي طعم المحشي الاصلي بتاع زمان. هم ما شاء الله عليهم بقى، كانوا تلاقيهم يقفوا كده ويخلصوها في ثواني. انا للامانة عملت دي قدامكم عشان اعرفكم، والباقي بقى ايه هنزل بيه قدامكم اهو. 3 بصلات كبار. وامسكي بقى شوحي البصل ده تشويحة على نار عالية كده في الأول، يعني أول دقيقتين، وبعد كده وطي بقى. لما توطي النار على البصلة بتلاقيها بتشف تشف، تروح منزلة السكر بتاعها. وده سر، تصدقي بالله وانت بتعملي البصلة كده، اللي بيجي عندك وبيدخل بيعرف ان انت بتعملي بصلة للمحشي. الريحة بتبقى مميزة. عشان كده احنا دايما نشتكي ونقول احنا بنعمل المحشي بس مش بيبقى زي بتاع امهاتنا، مش زي بتاع حماتي، مش زي. امشي بالخطوات، انا جايبالك حاجة اصلية. هنزل عليها انا بقى بمعلقة من البابريكا، والبابريكا دي هي اللي هتخليني ما استخدمش طماطم كتير. شايفين اصلا البصلة ما شاء الله اول ما شفت مني تاخد صفار بسيط، عشان البنات المبتدئات او الشباب المغترب يعني اللي بيطبخ لوحده. البصلة بتاع المحشي تشف شوية، ما تبقاش حمرا علشان خاطر تقلبليش طعم المحشي. هنا بقى هروح نازلة عليهم بحبيتين طماطم مكعبات وقرن فلفل. الفلفل هنا عايزة تستخدميه حامي اوكي، عايزة تستخدميه رومي اوكي. اللي هم كانوا بيمسكوا الطماطم يا جماعة يقطعوها مكعبات او يبشروها. طبعا احنا بنستسهل فما بنعملش كده، بنضربها في الخلاط على طول. فانا عملت ميكس بين ان انا احط حبيتين طماطم كده عشان تديني الطعم بتاعهم والتسكيرة بتاعتهم، وهكمل الباقي بقى في الخلاط. يعني انا ضربت باقي الطماطم اهي. طماطم المحشي يا جماعة ما بتصفاش. اوكي، شايفة التسبيكة قبل ما تتسبك اصلا اوريدي خدت لون احمر. اوريدي مش لايقة على الفيديو اصلا لانه فيديو يعني فيديو بتاع زمان كده. بتعملي تسبيكة بمزاج. سيبي بقى التسبيكة تغلي وتطلع غليان كده من الجناب، او تطلع فقاقيع زي ما انتوا شايفينها ابتدت تعمل كده. تبتدي بقى نحط التوابل عليها. ما تبدأيش تحطي التوابل في الاول فتشرشب منك وتعمل زي مية كده من الجناب، لا. معلقة بقى وسط كده من الكزبرة، ومعلقة فلفل اسود، وشوية نص معلقة كمون. دي بهارات المحشي الأصلية. ما بلاش بقى الجنزبيل ومش عارفة ايه لا. انت مش هتشوي فراخ، انت بتعملي تسبيكة محشي محترمة. الرشة اللي انا حطيتها قدامكم دي طبعا رشة سكر بسيطة، هو مش محتاج سكر لان البصلة اوريدي عاملينها انها تدينا تسكيرة كده. حطيت بقى انا الملح، ملحي بقى براحتك، وسيبي الكلام ده كله يتعمل مع بعضيه. تغلي على نار عالية وبعد كده توطي عليها، تاخدي تسبيكة محشي محترمة لما تسيبيها على نار هادية. البصلة تنزل الصوص بتاعها وتبقى كأنك عاملة مربى للمحشي. تمام.
خلاص اتسبكت وشفتوها كده الدهون طفت على فوق ونشفت ميتها خالص، انزلي بقى بالرز. في ناس بتروح منزلة الرز على البارد، يعني بتقلب كده. انا ما يعني بصراحة كل واحد وكل شيخ وليه طريقته، بس الرزاية هنا ميزة الطريقة دي بقى بتاع يعني امهاتنا دي، بتخلي الرزاية تفلفل، الرزاية تشرب الصلصة، تبقى مطعمة من جوه، مش مجرد يعني طماطم وفيها شوية او تسبيكة وفيها شوية رز. فلفلي الرز بقى على النار كأنك بتحمري الرز في الصلصة. الخطوة دي بتحول المحشي لطعم مختلف خالص. وكمان انا حلت لك بالخطوة دي مشكلة ان الرز يكون ني بعد التسوية، لان اصلا كده احنا بنديله جزء بسيط من التسوية بتاعته. الرز على البارد من غير ما يشوحوه، انا بصراحة ما جربتهاش عشان اشكر حلو او وحشة، انما انا متخيلة كده انها لما نضيف الشوربة عليها هتبتدي تنزل المية بتاعتها والصوص بتاعها. هنا بقى تركاية مهمة جدا اللي انا حطيتها قدامكم دي، بصلة، انا يعني بشرها وعليها نص قرن فلفل، وحطله بقى نفس التوابل اللي انا حطيتها في الاول. دي بقى بتفحفح لي المحشي وبتخليه طعمه جميل. وكمان كده انا جمعت بين حاجتين، بين التسبيكة اللي هي التسبيكة اللي هي على النار والتسبيكة الباردة، فعشان كده قلتلك انها تنفع لجميع انواع المحاشي، خاصة ان الممبار بيحب يعني التسبيكة ني في ني، فانا عملت ميكس بين الاتنين. تبرد تماما والرز يفلفل تماما، تروحي بقى نازله بالخضار. الخضار المبتدئات ما ينزلوش بيه والبتاع ده التسبيكه سخنه وفيها سخونه وبتطلع بخار، لان اول حاجه الخضار بتاعك هيسود، ثانيا مش الريحه بتاعته مش هتطلع، هتلاقيه اختفى كده، يعني دبل واختفى كده وسود منك. الريحة بقى يعني وانتي داخلة كده باب الشقة هتشمي ريحة التسبيكة. شايفة التسبيكة عاملة ازاي؟ شايفة؟ نسيتوني اصلا اقول لكم فين اللايك وفين الاشتراك في القناة لو مش مشتركة. بألف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.